بالسؤال وبعد فإنها تصلني إن شاء الله. السيد بن عربة من رمشي تلمسان يقول: ما حكم من يسيء إلى دينه ووطنه فعله الصحفي كمال داود الذي بحث عن مرضاة الكفار والنصارى؟ شوف يا أخي، أولا على المسلم أن يتقي الله، وما يجوزناش نتهمه إنسان يعني بلا ما نفهمه. أنا علاه ما رديت على كمال داود، حاولوا تفهموا. أولا هذا كمال داود روائي يعني يكتب رواية، ورواية هذه فيها الخيال، رواية فيها الخيال. يتخيل شخصيات متناقضة، مثلا يقدر يتخيل واحد مسلم يتناقش مع واحد غير مسلم، المسلم يقول له كذا، الآخر يرد عليه، وفي الكلام تاع هذاك غير مسلم هناك كلام كفر، وراوي الكفر ليس بكافر. القاعدة عندنا أن راوي الكفر ليس بكافر. كما أنت أيها المسلم لما تقرأ القرآن على لسان فرعون، باللي قال: أنا ربكم الأعلى، أنا ربكم الأعلى. ربي روانا في القرآن وش قال آل ثمود، وش قالوا يعني آل لوط، وش قالوا قوم لوط، وش قال فرعون، وش قال هامان، وش قالوا الأكاسرة والأباطرة، يعني الأمم التي سبقتنا، حتى كفار قريش ربي روانا وش قالوا. وقارئ القرآن لا يتحمل من ذلك شيء، كذلك الراوي. لما إنسان يجي يحكم على واحد أديب ولا مفكر ولا راوي كما هذا كمال داود، هذا راوي يتخيل شخصيات تقول هذاك الكلام، ماشي هو راوي يقوله. لا، أنا سمعته يعني يقول في إحدى الفضائيات، قال: أنا لا أؤمن إلا بإسلام آبائي وأجدادي. هذا هو الصحيح، أنا أيضا لا أؤمن إلا بإيمان إسلام آبائي وأجدادي. فهذا راوي، الإنسان لا يتسارع في الحكم عليه، لأن الرواية يجوز فيها ما لا يجوز في غيرها. كذلك الشاعر تصيب شاعر يقول لك: وصعدت إلى السماء وبحثت في البحر وأوقفت ركب الزمان طويلا أسائله عن ثمود وعاد وعن قصة المجد من عهد نوح وهل إرم هي ذات العماد فأقسم هذا الزمان يمينا وقال الجزائر دون عناد. هذا راه كله كلام غير صحيح، بمعنى ما كاش من قبل الشاعر أوقف الزمان وسقساه وطلع للسماء وعلى البحر، ولكن يجوز في الشعر ما لا يجوز في غيره. لو أن إنسان يقول لك طلعت للسماء ودخلت للبحر وسقسيت الزمان ووقفت الريح، تقول له أنت كذاب. ولكن الشاعر لا يحكم بكذبه، لأن الشاعر يعني من أساسيات الشعر هو الخيال، ولذلك لا يجوز الحكم عليه. ما دام هذا كمال داود قال أنا مسلم، وما دام قال أنا لا أؤمن إلا بإسلام آبائي وأجدادي، وما دام أن هذه رواية والراوي عنده الخيال، والإسلام لا يمنع الخيال، يتخيل، وما دام هذاك الكلام جاء على لسان شخصيات الرواية، ماشي على لسانه هو، يعني شخصية الرواية تقول هذاك الكلام، ما نروحوش نكفره معاذ الله. حاشا أن نحكم بكفر مسلم، حاشا أن نحكم بكفر رجل يقول أنا لا أؤمن إلا بإيماني إلا بإسلام آبائي وأجدادي. وإنما إن شاء الله كمال داود يكون يسمعني، وإنما النصيحة تجوز. واش عليه، احنا خاوة مسلمين نقدر ننصحوا نقولوا كاين مبالغة، هذه العبارة لو ما استعملتهاش، هذه الكلمة فيها غلو، هذه الكلمة لا يقبلها الشرع، ماذا بك لو هذبت الرواية. هذا واقع، النقد موجود والنقاد موجودين، وبما أن راوي يتوجه بالرواية تاعو لأي قارئ، فمن حق أي قارئ أن ينصحه. فأنا أظن أن إذا كان كلام غير مقبول في رواية كمال داود فباب النصيحة واسع، ولكن علينا أن نسد باب التكفير وباب التهديد وباب القتل، ويعني نروح نطلب من الدولة إعدام أديب وكاتب يقول أنا مسلم، أنا لا أؤمن إلا بإيمان آبائي وأجدادي. يا سبحان، هذا كلام لا يليق، كلام لا يليق. يا اللهم اغفر لنا وتوب علينا
واغفر للناس المتسرعين، يعني اللي عندهم شهوة التكفير. حسبنا الله ونعم الوكيل. الأستاذ كمال داود إذا يقدر يهذب هذه الرواية، إذا شخصيات الرواية بالغت واستفزت مشاعر المسلمين أو خالفت الشرع، هذب هذه الرواية جيد. هذا كلام شحال من إنسان دار فيلم وأخطأ طلبنا منه يهذبه، ولكن حاشا أن نكفره، حاشا أن نكفره. ولذلك لا تتسارعوا في الحكم على الأدباء أو على الرواة أو على الشعراء، لأن باب الخيال واسع. فهمنا ولا ما فهمناش؟ الله يفهمنا. اكتب يا كمال داود، ولكن اشفى وش نقول لك. ولا تخطن بيدك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. ولا تخطن بيدك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. والباقي اكتب، الله يعاونك.